وفقا لتوصية السيد والي ولاية بوليدة اسم نتيجة حدائق وبالتنسيق مع المصالح المحلية تعمل بصفة دورية صباحية ومسائية بعملية التنظيف وتطهير شبكة صرف الأمطار من قنوات مياه شتوية وبالوعات ومجاري مياه شتوية بالإضافة إلى مجمعات الصرف الصحي. العملية تبقى مستمرة بتخصيص ما لا يقل عن 110 عامل موزعين عبر بلدية الولاية، بالإضافة إلى فرق تقنية أخرى مختصة في صيانة وتقنين الأشجار خاصة المعرضة للسقوط بفعل الرياح في هذه الأيام الأخيرة. هذا العمل يعد إجراء استباقي لتفادي أي مخاطر أو أي كوارث. العملية بدأت يعني مع نهاية موسم الصيف، يعني منذ شهر جوية إلى غاية اليوم. العملية تبقى مستمرة لتفادي يعني ارتفاع منسوب المياه أو انسداد شبكة الطرق، هذا لتفادي أي خطر محتمل. في إطار التقلبات الجوية والاضطرابات اللي صارت في الآونة الأخيرة هذه، قامت بلدية بوعرفة بالتنسيق مع نتيجة حدائق منذ بداية دخول المدرسة أي في شهر سبتمبر قبل شهر أوت وسبتمبر. كنا بدينا بعدة عمليات على مستوى البلدية، نذكر منها أنه العمليات الكبرى اللي درنا بها التحضيرات، أنه دينا في تنقية البالوعات على مستوى البلدية ولي كانيفو، تنقية لي زافالوار. كنا نديروا في التحضيرات تاعنا، نستناو في هذا الأمر اللي راح يصرى، وبقت العملية متواصلة إلى حد الآن. وكما شاهدتوا اليوم كانت بالتنسيق مع البلدية ومع اتجاه حدائق، الحملة دائما متواصلة ويوميا. بالحقيقة هذه الحملة هذه احنا من النهار الأول من اللي قلعت الشتاء، احنا عندنا لي زابروة، عندنا لي روكر، عندنا لي فوسيات، مازال ما حبسناش. خدمنا 24 ساعة على 24 ساعة. خدمنا حمل اللي، خدمنا حيدريوش، خدمنا قلعة، خدمنا صوت بوعرفة، خدمنا ميمش، هذوما قاعدين الحمد لله. من اللي طاحت الشتاء دوكا ما كان حتى حاجة صارت كاش كارثة. الحمد لله احنا كنا موجودين روحنا، احنا نخدموا في الصيف. هنايا لي زافر تاعنا لي روكار قدامنا نخدموهم في جوان جويي اوت، نخدموا حنا شغل يوميا نخدموا لي زافر يوميا. ومازلتوا تخدموا مع مازلنا نخدموا دائما نخدموا مي داك الويكاند ورانا نخدموها، جمعة والسبت نخدموا. لا باس بيان ما عندناش مهم. هاي شوف تاع الشتاء ما عندناش حملة، ما كاش، فهمتي كيف؟ هذا مزول بيان. لا هذه افير مليحة، هذا تاع التنقية طون مليحة.